صالي البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اذا كنتي اول مره تشاهدي القناه تاعي وشفتيها واعجبتك ما تنسيش ديري لي ابوني فضلا وليس امرا، باش تشوفي معايا كامل المنتجات وكامل النصائح اللي نمدها للبنات باش يحافظوا على النظافه الشخصيه تاعهم وباش تكوني الله الله وتتمتعي بالانوثه تاعك. دونك بالنسبه للفيديو اليوم راح يكون فيديو مختلف شويه، بما انه دخلنا على فصل الصيف ولا بالنا مع فصل الصيف تكثر ريحه العرق قيتو. كاين بنات يعانيوا من ريحه العرق وكاين اللي مهما جربوا من منتجات كريمات كلش ليستيك كلش وما زالت عندهم ريحه العرق. انا اليوم راح نمد لكم الخطوات والطريقه كيفاش تحافظي على ريحه الابط تاعك واللي راح تخليها ديما منعشه وما تخليش ريحه العرق كومبليتمون. اول حاجه البنات نقدر ننصحكم بها هي انكم ديروا ستيك. بالنسبه للستيك ما ننصحكمش تشرو نامبورط كال ستيك، لازم تحاولوا تشرو ستيك تاع لا مارك اللي تكون مليحه. باغ اكزومبل كيما راكم تشوفوا في لا فيديو انا هنا عندي زوز انواع تاع ستيك، عندي هذا اللي جاي اون جون وعندي هذا اللي جاي اون فيغ. هادو كيما راكم تشوفوا فيهم دو مارك تاع ستيك، هما في زوز ستيك مي كل واحد عنده كيما نقولوا حنا شركه سبيسيال. هذا عندنا تاع ارفيا وهذا ريكس اس وومن ما على باليش كيفاه. المهم راح نحكي لكم وراح نمد لكم الفرق بين هذا وهذا. برومييرمون هذا نيفيا بلاك اند وايت اللي غني عن التعريف، اللي الناس الكل تعرفوا، ما كاش اللي ما تعرفش لا مارك نيفيا في ستيك ولا في العنايه الشخصيه ايتو. هذا شتو البنات كان يدير قبل 35,000، انا كنت نشري فيه من بكري 35,000. من بعد يا البنات ولا طلع البري تاعه، ما على بالنا ستو حنا في الجزائر على بالنا بلي حبسوا لامبورطاسيون كل قداه ولا يدير البري تاعه ولا يدير 70,000. داكوغ هذا يا البنات بيدير شحال اللي لقيته انا في الكوسميتيك لقيته ب10,000. اوكي بعد انا ما شفت بلي هذا ولا يدير 70,000 الوقت داك باردون ما كانش عندي دراهم باش اني نقدر نشري ستيك تاع 70,000 الله غالب. قلت انا خليني نجرب، شفت انا لقيت هذا تاع 10,000 قلت خليني نجرب نشري هذا تاع 10,000 ونجربه بوركوا با. داكور شتو يا البنات كيما جربته نحكي لكم على هذا اون جون. في الاول اللي شريته ب10,000 كيما جربته يا البنات كي درتو شتو كي درتو انا جينيرالمون ما نعرقش بزاف بصح كي درتو وليت نعرق بزاف. هذه اول حاجه. ولا يدير لي واحد الريحه يا ربي كارثه كارثه كارثه. شتو ولا يدير لي ريحه العرق قاويه. انا شتو كي كنت راح نزيد نحبس هذاك العرق وليت العكس، وليت نحوس على كيفاش نزيد قواهولي، ماشي غير زنقص لي هذاك العرق وهذيك الريحه ولا زنق قلت لكم قوى لي ذيك الريحه. دونك اوتوماتيكمون حبستو كيما راكم تشوفوا راح تلقوها معمره القرعه مي حبستها لا غالب ما كاش كيفاه. وعلاه باسكو قلت لكم باردون شريته ب10,000 دونك شريتو رخيص تما كيما قلت لكم شريتو رخيص مي كي جيت نجربو لقيت بلي فيه ريحه مش مليحه. دونك تما جينيرالمون حبيت نقول لكم ماشي ديما اي حاجه تشروها رخيصه تكون عندها فعاليه، سورتو في هاد الحوايج تاع النظافه الشخصيه. لو كان حاجه تاع لابولا بوتيتر تلقوا حاجه رخيصه وتناسبكم مي مالوغوزمون انا هذه قلت لكم شريتها ب10,000 ودرت كو كونترير درت لي الريحه كثرت لي من ريحه العرق وليت نعرق بزاف. يعني ما عجبتنيش خلا مالغري شوفوا مكتوبه 24 اور مي والو شتو كيما تقروا كل ما كانش خلا ومن ريكسز ما على باليش لا مارك هذه اصلا ما على باليش منين جايه. المهم كيما قلت لكم ما كلاه هذه ايفيتي، حاولوا انكم تيفيتوا تشرو ستيك يكون البري تاعو شويه رخيص. بالنسبه لي ستيك البنات اللي تحب تشري ستيك واللي يخلي لها المنطقه تاعها ما فيهاش ريحه العرق ويعطيها ريحه هايله وريحه الانتعاش وكما قلت لكم وراح يحافظ لكم على هذيك الريحه والنظافه كل، ننصحكم انكم تشروا هاد تاع لا مارك نيفيا ولا كاين لا مارك ثاني دوف. عندكم هاد زوز لا مارك تاع ستيك يا البنات. شوفوا من غير هادو ما تشروا حتى مارك اخرى. كاينه مارك ارفيا ثاني دير 70,000 راهي تستعمل فيها صاحبتي مي ما كان ماشي حاجه ماشي كيما نيفيا وماشي كيما الدوف. يعني صراحه مالغري زادوا لها في البري تاعها مي تقعد توجور هي توب. كيما انا قلت لكم شخصيا نستعمل في لا مارك نيفيا هذه بلاك اند وايت. انا في الاول كي جربت كي درت الريحه هذيك تاع الرجال كي اول مره بديت بالستيك درت الريحه تاع الرجال بلاك اند وايت تاع مان ماشي وومن. قالوا لي بلي زعما راه تاع الرجال تبيض منطقه الابيطين وكلش. كي جربتها ما بيضت لي ما والو ليسونسيال هي صح حافظت لي على الريحه ما تديرش ريحه العرق هذيك القاويه ولا مي ما من بعد واش درت جربت شريت دو نيفيا هذيك الغاز كيما هاك بلاك اند وايت دي توجور لا مارك بلاك اند وايت. انا ديما نشريها تلقاها مكتوبه لهنا البنات بلاك اند وايت. عاود شريت انا بلاك اند وايت شريتها في الغاز ماشي في الفيغ. دونك هذه فيغ انا اللي شريتها غاز ثاني فيها واحد الراحه تهبل يا البنات. شتو صراحه شتو كديروها اول حاجه انتم كيما تشموها بعد هكا تشموا فيها واحد الراحه فخاش هكا ريحه النظافه ريحه الصابون ريحه هايله. من بعد كيما ديروها في
كيما ديروها في المنطقة الإبطين هكا، بين بيطانكم حاشاكم، شتو تحميلكم، وما ديرلكمش الريحة لمدة 48 ساعة. هي مكتوبة صح 48 ساعة، وصح كاينة منها يا البنات شتو أنا كي ندير، أنا نديرها شاك دو جور، شاك دو جور، وباش هكاك وما كانش الريحة، شتو ما ديرليش الريحة كومبليتمون، تقعد ريحة الإبطين تاعي ديما ريحتها نظيفة وعاطرة. وبلا ما نساوش يا البنات، أول حاجة اللي لازم ديروها هي أنكم ديما تنحوا الشعر من هذيك المنطقة، ما تخلوش الشعر في هذيك المنطقه وديروا ستيك، باسكو اذا تخليتوا الشعر ودرتوا ستيك وما دوشتوش وما غسلتوش المنطقه هذيك، تسمى ما درنا والو، ستيك هذاك ما عنده حتى فعاليه. لازم عليكم يا البنات انكم ديما تنحوا الشعر من هذيك المنطقه، وحاولوا انكم تنحوا الشعر بلا صيغ، ما تنحوش باللام، باسكو اللام كيما تنحوه ماهوش راح ينحي لكم الشعره من جذور، راح ينحي لكم غير الشعرات اللي من الفوق بركه، وراح يقعد 2 جور 3 جور ويعاود يزيد يكبر لكم الشعر. مي اذا حابين نظافه صح تمتعوا بنظافه هايله وتقعد فيكم ريحه هايله وتولي المنطقه تاع الابط تاعكم طبياض وتما ريحتها نظيفه وكلش، ننصحكم انكم تنحوا بلا سيغ، باسكو كي تنحوا بلا سيغ راح يقعد لكم واحد بريسك 15 جور 20 مينوت باش 15 جور 20 جور باردون باش يعاود يرجع لكم هذاك الشعر. هذه اول حاجه. واني ثاني حاجه كنتكم كي تغسلوها المنطقه هذيك لازم ديما تغسلوها وديروا ستيك هذا وتنشفوها بيا، تمسحوها بيان باش ما ديرلكمش الرطوبه هذيك، والميديتي كي تكون مبلوله راح دير لكم الرطوبه، والرطوبه هذيك اللي راح تكحل لكم المنطقه. قلت لكم لازم تغسلوها وتمسحوها بيان، ومن بعد ديروا هاد ستيك، ديروا ستيك كيما قلت لكم سواء لا مارك نيفيا ولا لا مارك تاني تاع دوف ثاني لا مارك تاعها هايله، ولا كاين تاني ريكسونا. هادو هما 3 ماركات المليحين في ستيك، من غير هادو البنات في 3 ما تشرو حتى مارك، هادو في 3 برك هادو هما كيما قلت لكم نيفيا ودوف وريكسونا برك كيما قلت لكم. وديروا ستيك هذا راح يحفظ لكم على الريحه، وجامي تخرج منكم الريحه. يعني شوفوا البسوا واش تلبسوا، البسوا اي قش حبيتوا تلبسوه، وخرجوا حوسوا ديروا كلش صح دير لكم العرق، هي ما يحبس لكمش العرق، وهذه الحاجه الملاحه، ما ديروش حاجه البنات اللي تحبس لكم العرق، باسكو يعني احنا لازم علينا انك شغل نعرقوا هكا كل الكور تاعنا لازم يخرج العرق هذاك، راح يخرج لكم افرازات، راح ينظف لكم الجسم تاعكم. دونك العرق هذاك شغل هو صح مش مليح، مي عنده قداه فائده المليحه للكور تاعنا من الداخل. على بها لازم ديما تشوفوا الحاجه اللي ما تنحي لكمش العرق، وانما تنحي لكم الريحه، مش يتنحي لكم العرق خرا باش تولوا ما تعرقوش حاشاكم. المهم كما قلت لكم هادو هما لي مارك اللي تقدروا تشروهم، واللي يدير البري تاعهم قلت لكم بين 70 80 هكا في البخي هذا. وانا بعد ما ندير ستيك ونلبس مثلا سوبيل ولا نلبس كاش هكا بيل ولا كاش لقطه هكا، المهم تريكو ولا كاش لقطه، انا توجور ندير هذه ديودورون تاع لا مارك ناريتا، هذه في الروج كما تشوفوا فيها ريحه مليحه، ريحه النظافه، ريحه الصابون هكا، تخلي لكم ثاني كما قلت لكم المنطقه تاعكم نظيفه، ومما ذاك التريكو اللي تلبسوه ولا راح يعطيكم ريحه نظافه كما قلت لكم، ريحه صابون، ريحه فخاش هكا، ما ديرلكمش ريحه هذيك الخامجه حاشاكم. وكما قلت لكم ماهيش ريحه قويه ولا تسمى حاجه خفيفه بركه، و ميم طون هذاك التريكو تاعكم ما يديرلكمش كيما شغل نقول لكم ما يخمجلكمش وما يدخلش فيه ريحه العرق هذيك الخامجه حاشاكم. وكاين يا البنات تاني انشانتر، هذه اللي كان ما كانش اللي ما يعرفش انشانتر، هذه اللي هي بودره معطره كما راكم تشوفوا فيها قدامكم في لا فيديو. انا شريت هذه في تاع لي غوز روج، عجبتني الريحه تاعها هايله، كاين قداش من نوع، وكاين قداش كولور، كاين في الموف كاين في البلو سياليتو، انا عجبتني في الغوج هذه ريحتها هايله. تقدروا تاني بلا ما ديروا هذه وبلا ما ديروا هذه، تقدروا ديروا غير البودره هذه ترشوها على يدكم ومن بعد طبقوها على المنطقه تحت الابطين تاني، راح تمدلكم ريحه منعشه وريحه هايله وما تديرلكمش ريحه العرق. مي الحاجه مش مليحه انها ما تدومش لمده طويله، تسمى تكون مدتها خفيفه بركه، تسمى هذه تقدروا ديروها مثلا في الدار، اذا كنتوا قاعدين في الدار ولا وما على بالكم بلي مش حتعرقوا ياسر هكا، ولا ديروا مثلا هذه البودره المعطره، وكي تخرجوا برا ديروا ستيك وديروا هذا ديودورون، وميم ديودورون تقدروا تستغناو عليه. وبالنسبه لي ديودورون كاين كما قلت لكم لا مارك ناريتا، كاين لا مارك تاني تاع دوف، هذيك تشوفوا يا البنات ريحتها كيفاش تهبل دوف تاع الخيار. مالوغوزمون البري تاعها راهو زاد طلع فوق من القيمه، راهو ولات تدير 90,000، بصح شتو كي ديروها راح شغل تشموا واحد الصابون هكا، راح تنضافه صح وتدوم لكم لمده 24 ساعه. انا جربتها عند صاحبتي تدير فيها، ندير منها معاها تشتوي البنات فيها واحده الراحه تهبل، وتقعد لكم ريحه نظافه، وانسي باش تعاودي تخرج فيك ريحه العرق والو، انسي تقول لكم تجري تشطحي ديري واش ديري، مهما ديري ديزيفور ما كانش ريحه العرق هذه، انسيها ودعيها ديفينيتيفمون.
وفي لافا البنات اللي ما عندهمش ان بيدجي كبير وما يقدروش يشرو هاد لي برودوي اللي قلت لكم عليها، نقدر ننصحكم بحاجه البري تاعها موان شير رخيصه، و اون ميم طون مليحه تحمي لكم المنطقه وما ديرلكمش ريحه العرق اللي هي كيما راكم تشوفوا هنا. عندنا مسك الطهاره. مسك الطهاره هذا تشريه مثلا كيما هكا، شغل انا نشوفوا كيفاه البنات شريته. دوك نعطي لكم مسك الطهاره، ها شغلي داير على شكل صابونه كيما هكا. هذايا شريته جو بونس 10000 البري تاعو، ولا ماهوش غالي، شريته جوست ب 10000 ولا 5000 جو سي با نسيت 10000، وفيه ريحه هايله. هاد مسك الطهاره البنات كيفاه ديروا له، وتروحوا ترحوه تما، كي ترحوه راح يولي بودر، وتعاودوا تزيد ديروا له شويه تاع الشب ثاني معروف مليح للعرق هكا كل. تما هذه طريقه كانوا يستعملوها بكري، خلال الاجداد تاعنا بكري جدود الكل، قبل ما تخرج لي برودوي هادو تاع لي ستيك ولي ديودورون هادو لي بودغيتو، كانوا يديروا في الطريقه هذه وكان تحميهم من ريحه العرق. ومام العرايس كانوا يديروها وتمد لكم ريحه، سيرتو على بالنا بلي مسك الطهاره على بالكم البنات شتو ريحته تهبل. شتو كي مسيتو في يدي الريحه قعدت في يدي، ريحته هايله روعه روعه روعه، تهبل الريحه تاعو. مسك الطهاره كيفاش ديروا لها البنات، ترحوه وتعاودوا ترحوا الشب ثاني وديروا معاها شب مرحي كيما هكاك شغل بودغ، وديروه في المنطقه تاعكم تحت الابيطين. وتقدروا تاني ديروه مثلا في بوماد هكا. انا باغ اكزومبل قبل كنت نديرو في هذيك البوماد ولا كشمون الكريم تاع نيفيا، ديرو في الكريم هذيك، ديرو كريم تاع نيفيا ديرو فيها شغل باش تجيكم شويه ليكيد هكا، ما تقلقكمش كي تجو تابليكوها في المنطقه هذيك. ديروا مثلا كريم هذيك تاع نيفيا كما قلت لكم، ولا تقدروا تستعملوا لا كريم بيافين تاني يقولوا بلي مليحه، وتبيض منطقه تحت الابيطين. تما راح هذه شتو الوصفه هذه البنات راح تحمي لكم المنطقه من ريحه العرق، وراح تعطيكم ريحه تهبل، وام ميم طون راح تبيض لكم المنطقه، باسكو على بالنا بلي الشب ومسك الطهاره والبيافين هادو في ثلاثه يبيضوا المنطقه منطقه تحت الابيطين. قلت لكم واش ديروا، تاخذوا مثلا نيفيا هذيك وديروا فيها ولا بيافين مثلا، ولا ما ديروا الجليسيرين هذاك، اي كريم هكا تستعملوها عادي، وديروا فيها كم لكم شويه تاع شب مرحي ومسك الطهاره هذه ثاني ترحوها وديروها تميك تخلطوهم كامل مع بعضهم، وتابليكيها بعد ما تغسلي المنطقه. بلا ما نعاود نوصي لكم يا البنات، تغسلي المنطقه تنحي منها الشعر تنشفيها، ومن بعد تابليكي هذا الشيء اللي قلت لك عليه، تابليكيها راح تمد لكم واحد الريحه تهبل. ومع الوقت ان شاء الله ابخي 20 جوغ راح تشوفي بلي المنطقه تاعك بدات تبيض لك كي تهلاي فيها، كيما قلت لكم كي تنحي منها الشعر بلا صيغ وكي تغسليها وتنظفيها وتبقي الخطوات هذه كل يا البنات، والله غير مع الوقت راح تبيض لكم بلا ما تروحوا تضيعوا تخسروا دراهمكم وتشروا لي كريم هذوك تاع التبييض اللي يديروا 400 500 يتو، بلا ما تبيض لكم اصلا، وبلا ما انهم بلا ما دير لكم حتى حاجه، تسمى جوست خسرت دراهم بركه. وليو تخسري دراهمك على الحوايج كيما هكا، حاولي انك تحافظي على النظافه الشخصيه تاعك وتنظفيها المنطقه وتغسليها بالصابون وديري لي بارفان هادو، وديري هاد الوصفات اللي مديتهم لك والحوايج النصائح اللي مديتهم لك كامل، راح تشوفي مع الوقت باللي راح تبيض لك المنطقه هذيك، وراح تولي ديما فيها ريحه مليحه، وراح تخلصي من ريحه العرق ديفينيتيفمون. دونك وصلنا لنهايه لا فيديو يا البنات، ان شاء الله تكون النصائح تاعي عجبتكم، واللي عندها اي استفسار ولا حابه تمد اي تعليق هكا ولا اي كومنتير ولا اي نقد سواء ايجابي ولا سلبي، تفضل في لي كومنتير، ما عندي حتى مشكل. هيا باي باي.